اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة جدا. لو أول مرة بتشوفيني، أنا مني محمد، وقناة اسمها مطبخ كريم. بس تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل منشوراتي. معايا هنا كوباية ونص من الدقيق زي ما انتم شايفين كده مع بعض. أنا نخلاهم كويس جدا. وصفتي النهاردة مفيش غنى عنها في سفرة رمضان. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد وقت منك خالص، ومش هتحسي بيها جدا. تمام. معايا كده كوباية ونص من الدقيق، هنزل عليهم بكيس خميرة 10 جرام. او معنى اصح هتحطي معلقة صغيرة مليانة، وهتحطي معلقة سكر مليانة، او نص معلقة كبيرة. تمام. وهتحطي ذرة ملح. دي كده المكونات بتاعتي اللي هنشوفها مع بعضينا، مش هحط غيرها. انا حطيت نص معلقة كبيرة اهو زي ما احنا شايفين، ونص معلقة كبيرة خميرة، وهحط رشة ملح بسيطة جدا، يعني اللي هي حاجة لا تذكر اصلا. تمام. شايفين؟ انا حبيتش ان انا اجري معاكم الفيديو، حبيت اعمله معاكم بالراحة ببساطة وسلاسة، بحيث انك انتي تعرفي كل التركات والتفاصيل، وتعرفي ازاي تطلعيها يعني باحسن جودة. يا رب وصفتي النهاردة تعجبكم، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. طبعا مش محتاجة ان انا افكركم ان لو فيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. هنا كده كانت مكوناتي خلاص خلصت، اللي هي المواد الجافة. هجيب كوباية مية اعجن بيها السوبيا بتاعتي او عجينة السوبيا. بصوا، ايد بتلف كده وايد بتنزل المية سرسوب بسيط. طبعا هما دول كوباية ونص، هحط الكوباية اللي معايا دي كلها، وكمان هحتاج مية تاني. هنشوف مع بعض. انا مش عايزة استعجل الخطوات، يعني انا مصورة لكم كل حاجة، مش سايبة اي خطوة مش مصورة. زي ما انتوا شايفين كده، انا كبيت الكوباية كلها بتاعة المية، وحسيت لسه العجينة مفكتش معايا. عجينة السوبيا بتاعتي قريبة جدا من عجينة الزلابية، وبرضو عاملينها على فكرة، وهنزلها معاكم في فيديو تاني. على فكرة الوصفات دي كلها انا عملتها في فيديو واحد والله، يعني او في يوم واحد، حتى هتلاقوا الهدوم هي وكلها عملتها تاني يوم رمضان. انا مش عارفة الفيديوهات دي هتنزل لكم امتى، لكن انا مصوره كذا فيديو، وان شاء الله باذن الله هنزله لكم. دي الكوبايه التانية بتاعتي. كده نزلت منها ربع كوبايه، وهبدا اشوف كده على حسب ما العجينه بتاعتي تفك. زي ما انتم شايفين العجينه لسه يابسه، انا عايزاها عجينه طريه خالص زي بتاعه الزلابيه بالظبط. هنشوف النتيجه اللي هوصل ليها، وهوريكم القوام اللي انا محتاجه ان انا اوصل له. ما تروحوش في حته، الفيديو فعلا ممتع ممتع بجد. هتشوفوا في الاخر او في نهاية الفيديو النتيجة اللي وصلنا لها، نتيجة عظمة جدا هتعجبكم، وان شاء الله هتتابعوني. الراجل بتاع الكنافة حليله يبيع الكنافة في الوقت اللي احنا بنسجل فيه الفيديو. معلش يا جماعة، بعتذر جدا على الصوت. بصوا بقى هنا، شايفين العجينة بدأت تفك معايا ازاي؟ انا مش هاخد الكوباية التانية دي كلها على فكرة يا جماعة، انا تقريبا هاخد نصها بس. يبقى حطيت كوباية ونص دي وعليهم كوباية ونص من المية. طبعا انتي ما تتسرعيش وتحطي الكوباية ونص كلهم، لان ده على حسب الدقيق بتاعك، سواء هيشرب المية او لا. هتبداي تنزلي بالتدريج زي ما انا كنت بعمل، عشان انتي ما تضمنيش العجين بتاعك، وتبداي تربيها بقى كويس قوي. في المرحله دي حسيت ان المعلقه مش بتفكلي التفككات كويس، فحبيت ان انا اجيب شوكه بقى اضرب بيها كده، او ارب بيها العجينه كده، بحيث ان انا ادوب كل الدقيق واخلي العجينه بتاعتي ملساء. انتي تقدري تعملي الخطوه دي في الخلاط، تقدري تعمليها بالهاند بلندر، تقدري تعمليها باي حاجه، بس انا حسيت ان هي مش مستاهله وهم قليلين ان انا اوسخ، فاهمني؟ خلاط او هاند بلندر. فحسيت ان هي تبقى سهله على ايديا، وحبيت اعملها بابسط طريقه، بحيث ان اي حد ما عندوش الامكانيات دي يعرف يعملها. آه، بصوا يا جماعه، بالنسبه للسوبيا دي، فهي السوبيا دي مش مززه، ما فيهاش المزازه اللي هي بتبقى في السوبيا، عشان دي حرام. السوبيا اللي فيها مزازه دي مسكره وحرام. انما السوبيا اللي انا بعملها معاكم دي، او عجينه السوبيا اللي انا بعملها معاكم دي، ما فيهاش اي حاجه مسكره، او ما فيهاش اي مزازه. السوبيا اللي فيها مزازه دي هي اللي حرام، انما دي ما فيهاش مزازه. هتعمليها هتعجبك جدا جدا جدا.
اللي بتعمليها بقى بالعيش أو بخميرة العيش، اللي بتعمليها بُصّي يعني أيًا كان الطريقة بتاعتِك إيه، أنا دي بادّيكِ طريقة سهلة وفي نفس الوقت يعني سوبيا غير حرام عشان في نوع حرام وفي نوع مش حرام، دي ما فيهاش مزازة، دي كده تحسّي كده بطعم الريم أو تشوفي الريم كده بُصّوا يعني بجد ما لهاش حل، أنا مش هاقدر أقول لِك يعني إيه العظمة اللي فيها، أنتِ تجرّبيها بنفسِك وهتشوفي العظمة. أنا شُفت وصفة تاني اللي هي بالبودر وتحطّي لها لبن وكريم شانتيه و لبن وكريم شانتيه ودقيق، بس بصراحة يعني أنا باحب دي ومتعودة على دي فاهماني، فعشان كده ما عملتهاش معاكم. لو عايزين نعملها مع بعض قولوا لي ما فيش مشكلة، بس يعني أنا بارشّح لكم أو يعني كتفضيل أنا باحب دي جدًا، يعني يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها وإن شاء الله هتعجبكم. بالنسبة للناس اللي بتحبها مززة فما انصحكيش إنِك أنتِ تجربي الطريقة بتاعتي أو الوصفة بتاعتي، لإن دي ما فيهاش أي ذرة مزازة. آمم، أنا ما أعرفش بصراحة أنتم بتستطعموها إزاي المززة دي يا جماعة والله، بس دي بصراحة سوبيا محترمة كده، ما فيهاش أي مزازة. هنا خلاص أنا كده كنت خلّصت خلاص، وصلت للقوام اللي أنا محتاجاه، عجينة خفيفة، شايفين الخفية، في نفس الوقت يعني بُصّوا يعني وصلت للنتيجة اللي أنا محتاجاها، باحاول إن أنا أورّيها لكم كذا مرّة، وباحاول إن أنا أتأكد إن ما فيش أي عجين لازق معايا في أي جنب من الجوانب، تمام، وباقول لكم أهي المَيّة ما خدتهاش كلّها وكبّيتها، وكده خلاص في المرحلة دي كانت السوبيا بتاعتي خلصت، هابدأ بقى إن أنا أشيل المعلقة بتاعتي دي، بافضّيها كده وهابدأ أغطّيها وهابدأ أركنها تخمر، في المرحلة دي أنا هاسيبها تخمر براحتها ساعة 2 زي ما هي عايزة براحتها، هاسيبها تخمر براحتها لغاية لمّا أحس إن السوبيا بتاعتي ملت العلبة كده، وهابدأ إن أنا بعد كده أرجع لها تاني، كده هي باقول لكم كده خلاص هي خلصت. أنا كنت مسجلة الفيديو ده بالصوت بس حسيت يعني إن هو بطيء كده وهيطوّل عليكم زيادة عن اللزوم فما حبيتش، فحبيت إن أنا أسجله معاكم من تاني. هنا كده كنت سِبتها خمرت براحتها زي ما أنتم شايفين ملت العلبة اللهم بارك معايا، حلو أوي، شايفين العجينة تخنت إزاي وبقت جميلة. بعد ما خمرت يعني هي هشة برضه، بس في نفس الوقت فيها عرق كده وجميلة وتربيها كده ناعمة عشان خدمتها أنا في الرب قبل ما أسيبها، يعني شايفين أكيد انتوا النتيجة أنا مش محتاجة إن أنا أحكي عليها كتير، تمام، أنا كده خلاص هبّطتها وهابدأ أسيبها إن هي تخمر مرة تاني، تمام، هنشوف برضه مع بعض الخطوات دي هاقفل عليها برضه وهاركنها، وبعد كده المرة التالتة هارجع لها تاني أو يعني أنا كده سِبتها مرتين تخمر. وبعدين هارجع لها بقى من المرة التالتة مش هاكون هاسيبها تخمر خلاص أنا كنت باعمل العصاير بتاعتي زي ما باقول لكم بتاعة الفطار، عملت جوافة وعملت كانتالوب وعملت مانجا، وهنا بقى كنت بانزّل بقى عجينة السوبيا، تعالوا نشوفها مع بعض كده بعد ما خمرت تاني مرة. شايفين اللهم بارك مالية العلبة بتاعتي إزاي، برضه هابدأ أهبّطها كده وآخد حتّة كده بالمعلقة بتاعتي وأحطها في الشفشق بتاعي، يعني أنتِ بتاخدي معلقة مليانة تمام، خلاص أنا كده خدت المعلقة، الأول اتزحلقت مني فما طلعتش معلقة مليانة، فعشان كده أخدت حتّة صغيرة نُص معلقة تاني معاها، وهانزل بكيسين خميرة سوري باعتذر جدًا، بكيسين من الفانيليا تدّيها ريحة تحفة جدًا، وسكر، يبقى حطيت سكر وفانيليا وعجينة السوبيا، تمام كده؟ تمام، وحطيت المَيّة بقى وهابدأ أضرب السوبيا بتاعتي واسيبها تتعايش براحتها، بُصّوا بقى تتحول إزاي، شايفين بقى الريم والفوم، ادّيني واحدة يا سيدي، يا سيدي بجد على الجمال والحلاوة والعصاير بعد ما خلصت، بُصّوا حاجة عظمة جدًا. طبعًا أنا كنت عاملة الكنتالوب أول واحد عشان كده تحسوه فصل شوية، طبعًا قبل ما نستخدمه هنقلّبه كويس، شايفين بقى السوبيا اللهم بارك، يعني بياض ناصع وفوم بقى وحاجة ما شاء الله. هابدأ كده أجيب لها شفشة واصُبّها فيه، ونشوف النتيجة النهائية مع بعضينا. بُصّوا بقى، بُصّوا هي ونازلة سوبيا ما فيش كلام يعني، حاجة جميلة جدًا، جرّبوها هيعجبكم. كده الفيديو بتاعي النهارده خلص، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ومستنية لايكاتكم.
واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم في أمان